حبايبنا ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم بقى على الديريفاتيف في التريج. فتعالى كده نبدا بالرولز بتاعت الايه التريج. كديريفاتيف يعني انا مش هراجع بقى على التريج خلاص، لا الفكره هنا انت مجرد بس تعرف شويه حاجات كده. ان الساين اكس لما تعملها ديريفاتيف هيديك كوزاين اكس، واحنا اثبتناها في الفيديو اعتقد اللي قبل اللي فات، تمام؟ بتاع فكره ان انت تستخدم الليميت عشان تشوف قواعد الديريفاتيف. بعد كده بقى معاك ان الكوزاين اكس لو عملت لها ديريفاتيف هيديك نيجاتيف ساين اكس. خلاص. انا ممكن احاول اشوفها لك من رسمه، بس هي الفكره ان في الرسمه برضو ممكن ايه، هي رسمه الساين اهي. خلاص. رسمه الكوزاين اهي. فالفكره ان انت لما جبت معدل التغير انت اكنك عملت لها شيفت. يعني انت اكنك ايه، انت بالظبط فكره ان انت كنت عند الماكسيمم، يعتبر السلوب اوف تانجنت او التانجنت لاين او السلوب يبقى زيرو. فكنت عند الماكسيمم كنت عند الزيرو، وكنت عند المينيمم كنت عند الزيرو. خلاص، المفروض دي تبقى ايه مظبوطه دي مع دي. عند المينيمم برضو الاسلوب البارل بزيرو، فعشان كده الساين بتقلب كوزاين. الكوزاين بقى قلبت ساين ليه؟ لان هي مقلوبه. يعني الكوزاين اهي بالمنظر ده. فانت اكنك كنت عند الماكسيمم كنت بزيرو، بعد كده كنت عند المينيمم نزلت كده، فابتديت بقى ايه، بدل ما انت كنت من فوق بقيت من تحت. فعشان كده بتلاقي ان الساين بكوزاين لكن الكوزاين بنيجاتيف ساين. برضو كشكل كفكره تانية استخدم فكرة الليميت. ليميت كوزاين اكس بلس اتش ماينس كوزاين اكس. ولما تيجي تفك كوزاين اكس بلس اتش اللي هو المجموع بتاع كوزاين اكس بلس اتش، بتلاقي ان هو في الرول معاك بقت ايه، بقت كوزاين اكس كوزاين اتش ماينس ساين اكس ساين اتش. فهتلاقي الفكرة برضو برضو جت من هنا. وانت لو قلت ماينس ساين اكس بعد كده كملت الحتة دي وخدتها كومن فاكتور هتعمل نفس الحركة اللي عملناها، تاخد الساين اكس كومن فاكتور وهكذا تقسم على اتش. هتلاقي ان في فكره تبع الليميت، واحده بزيرو واحده بواحد، فهتلاقي طلعت لك ايه، نيجاتيف ساين اكس. فده برضه تبع فكره الاثبات يعني، مش موضوع. طب تعالى بعد كده لو قلت لك ديريفاتيف التان اكس. ديريفاتيف التان اكس انت عارف ان هو بسيك سكوير. برضه كفكره عشان تشغل ايدك هقول لك ايه، اقول لك ان التان اكس عباره عن ساين اكس على كوزاين اكس. وتعالى نشتغل بالكوشنت رول. كوشنت رول هقول لك ايه، هقول لك ان اللي تحت سكوير ادي كوزاين سكوير اكس، الكوزاين تطلع فوق، ديريفاتيف الساين بايه، بكوزاين، بعد كده ماينس الساين تنزل زي ما هي، بعد كده ديريفاتيف الايه الكوزاين بنيجاتيف ساين. اهو بص، فنيجاتيف ساين اكس. حلو قوي. هتلاقي معاك كوزاين سكوير ماينس ماينس تبقى بلس، بلس ساين سكوير، فهتلاقي ده كله بقى بكام، بواحد. واحد على كوزاين سكوير بيطلع معاك بسيك سكوير. طب تعالى اللي بعده. لو قلت لك ديريفاتيف السيك، ديريفاتيف سيك اكس، هتقول ان هي بقت ايه، هتقول ان هي بسيك تان، سيك اكس تان اكس. عرفتها منين او برضو جت ازاي؟ لو عايز تعرف، السيك والتان بيحبوا بعض، يعني السيك تحب التان والتان تحب السيك. فانت لو عايز تثبتها عادي اهو، هتقول السيك اكس. انت ممكن تخليها واحد على كوزاين خلي بالك وتثبتها برضو، ممكن تبقى كده كأنها كوزاين سكوير، وتحت تطلع فوق كوزاين في ديريفاتيف ال1 بزيرو، بعد كده مضروبة تثبت الايه ال1 ديريفاتيف الكوزاين بنيجاتيف ساين. فممكن تخليها كده نيجاتيف ساين على كوزاين يطلع بايه، ب... ده كده ساين على كوزاين بتان. ماشي. واحنا هنا خلي بالك نسينا نيجاتيف، في نيجاتيف هنا. ماشي. فدي هتروح مع دي يبقى دي هتروح، فيبقى ساين على كوزاين تان، وبعد كده في كوزاين تحت كمان فهتطلع فوق تبقى سيك، يبقى سيك تان اهو. او ممكن في الفكره الاولانيه اضرب في سيك بلس تان واقسم على سيك بلس تان يطلع هي برضه. طب لو اتكلمنا على الكوسيك، الكوسيك اكس، اعمل هنا نفس الحركه هتلاقيها طلعت معاك بنيجاتيف كوسيك اكس كوتان اكس. طيب هقول لك برضه على حاجه في الاخر تسهل معاك شويه. الكوتان اكس الديريفاتيف بتاعها بنيجاتيف كوسيك سكوير. فهقول لك كل اللي اولهم سي بيطلعوا نيجاتيف، فالكوسيك معاك نيجاتيف، الكوتان معاك نيجاتيف، الكوزاين معاك بنيجاتيف. خلاص. فكل اللي اوله سي
الكوزاين اهي معاك بنيجاتيف، تمام؟ فعشان الموضوع يبقى ايه، يبقى بسيط برضو معاك. طيب تعالى بقى نشوف امثله على الكلام ده. بقول لك اول حاجه معاك ان الواي، ادي اول مثال، بقول لك ان الواي ايكوال كوتان زد، وبعد كده هات بس الدي واي دي اكس مش اكتر. طيب فهنا الدي واي دي اكس في حاجه زي كده هتقول لي دي واي لدي اكس هيساوي، هتعمل ديريفاتيف لدي، فديريفاتيف الكوتان زد بنيجاتيف ايه؟ الكوتان بنيجاتيف كوسيك سكوير، يبقى نيجاتيف كوسيك سكوير زد. وما تنساش اللي جوه، اللي جوه خلي بالك اللي هي الزاويه اللي جوه، يبقى دي زد لدي اكس. ماشي. طيب هنا انا كان ممكن اكمل السؤال، بس خلينا في حاجه زي كده عشان تبقى فاهم انك تضرب في دي زد على دي اكس. طيب تعالى اللي بعده. لو قلت لك الواي بيساوي كوتان 2 اكس ماينس 1، وبقول لك اعمل لي ديريفاتيف، هتقول لي الواي هيساوي، الواي ده هيساوي معاك ايه؟ نيجاتيف كوسيك سكوير، الجزء ده عادي مضروبه في الايه، في الديريفاتيف اللي جوه ب 2. خلاص كده افكار زي كده موضوع ايه، ماشي شغال. اللي بعده بقول لك ان الواي ايكوال معاك سيك 3 اكس بلس 5. فانت عارف ان السيك الديريفاتيف بتاعها عباره عن سيك تان، يبقى سيك البراكت ده بعد كده تان نفس البراكت بعد كده مضروب في الديريفاتيف اللي جوه، الديريفاتيف اللي جوه ب 3 بس. طيب تعالى اللي بعده. بقول لك الواي ايكوال 4 تان اكس ماينس كوسيك 3 اكس. فماشي حاجه زي كده هتعمل عادي، هتجيب الواي داش، هتقول الاولانيه 4 زي ما هي، التان بسيك سكوير، بعد كده معاك ماينس كوسيك، ماينس الكوسيك بنيجاتيف كوسيك كوتان يبقى بلس كوسيك كوتان. بس انت هنا اكس عادي فايه تمام، لكن هنا 3 اكس، فال 3 اكس هنا هتنزل اهي، وهنا 3 اكس هنا هتنزل، واضرب في الزاويه اللي جوه يبقى اضرب في 3. طيب تعالى اللي بعده. بقول لك معاك الواي ايكوال اكس باور 4 بلس كوتان 5 اكس سكوير ماينس 2. طيب في حاجه زي كده هنجيب الواي داش عادي اهو، فالواي داش هنا هيساوي ايه؟ هيساوي 4 اكس باور 3. الكوتان نيجاتيف كوسيك سكوير، يبقى نيجاتيف كوسيك سكوير ل 5 اكس سكوير ماينس 2 مضروب في الديريفاتيف اللي جوه، يبقى كام؟ 10 اكس ان شاء الله. خلاص كده يبقى 4 اكس باور 3 ماينس كوسيك سكوير 5. ماشي ماشي. اللي بعده. بص بقى دي ممكن تلخبطك خلي بالك، وعايزك توقف وتحل السؤال ده بالذات. لو قلت لك سيك اكس اوفر 3 بلس سيك، بينت لك ان هي فيها حاجه سيك باي اوفر 3، وقف الفيديو وجرب تعمل ديريفاتيف لحاجه زي كده. ديريفاتيف منظر زي ده لو جينا بصينا عليه هتقول لي عادي ديريفاتيف السيك بسيك تان اهو، يبقى سيك اكس اوفر 3 تان اكس اوفر 3. في الديريفاتيف اللي جوه ما تنساهوش ماشي، يبقى 1 اوفر 3 بره اهي. بعد كده خلاص كده، يعني بعد كده خلاص كده ليه؟ لان الجزء ده كونستانت اصلا. الباي هنا كزاويه 180، 180 على 63، كوزاين ايه؟ كوزاين 60 بهاف يطلع يتعكس يبقى 2، يعني كل الجزء ده اصلا ب2. ديريفاتيف كونستانت بزيرو، خلي بالك. ماشي، يبقى دي بس الاجابه. طب تعالى اللي بعده. بقول لك ساين اكس، ساين اكس بعد كده سيك 3 اكس. فدي عاديه، مجرد ان انت بتعمل ديريفاتيف الحاجتين مضروبين في بعض، بس المره دي بقى تريك خلاص. طيب فهنطبق نفس الكلام، ثبت واحده اعمل ديريفاتيف للتانية، يبقى هتطلع ال 3 سيك، يبقى سيك تان، خلاص اهو سيك تان 3 اكس تان 3 اكس. انا بطلعها بطلع بس الديريفاتيف اللي جوه ها، فبقول لك نطلع ال 3، دي الفكره ماشي. بعد كده بلس ثبت واحده اللي هي 6 3 اكس، بعد كده مضروبه في ايه؟ ديريفاتيف الساين يبقى كوساين. ماشي كده. طيب تعالى اللي بعده. لو قلت لك معاك الساين الواي ايكوال ساين لكوسيك
5 اكس باور 3. ماشي. طيب كوسيك 5 اكس باور 3 الديريفيتيف بتاعها يعتبر ايه؟ هتروح تجيب الواي داش، معاك حاجه جوه الساين، يعني حاجه جوه الزاويه، فديريفيتيف الساين هتبقى كوزاين، فيبقى كوزاين البراكت ده ينزل زي ما هو في ديريفيتيف اللي جوه البراكت. فديريفيتيف اللي جوه البراكت ديريفيتيف الكوسيك بنيجاتيف كوسيك كوتان، يبقى كوسيك 5 اكس باور 3 اهو مضروبه في كوتان ال 5 اكس باور 3. خلاص. وخلي بالك انا ما بحبش احط النيجاتيف هنا، بحب احطها في الاول كده عشان ما تلخبطش هنا، يعني انت ضرب وفي نيجاتيف فما تلخبطش بس. تمام. فالبراكت ده كده زي ما هو، وهنا في ايه مالتيبليكيشن عادي. في الديريفاتيف اللي جوه البراكت انت ايه اهي ديريفاتيف الساين كوزاين، بعد كده ديريفاتيف اللي جوه البراكت ده، فديريفاتيف الكوسيك نيجاتيف كوسيك كوتان في الديريفاتيف اللي جوه البراكت ده، عشان ده هنا كمان ايه براكت. تمام. فديريفاتيف ال 5 اكس باور 3 ب 15 اكس سكوير. تمام كده. طيب فممكن بعد كده تطير حاجه مع حاجه، مثلا هتلاقي ان دي كوسيك واحد على ساين، بس هو البراكت مختلف خلي بالك لان كوزاين اهي. طيب الكوسيك مع الكوتان واحد على ساين، ودي كوزاين على ساين، فده ممكن يروح مع ده. فانت عندك دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن واحد على ساين، بعد كده معاك دي تعتبر كوزاين على ساين، لا مش هيروحوا مع بعض. دي ممكن تكتبها كده، تكتبها ايه؟ تكتبها كوزاين 5 اكس باور 3 على كام؟ على ساين سكوير ل 5 اكس باور 3. ماشي. طيب تعالى اللي بعده. لو انا قلت لك معاك y equal 1 minus كوتان x على 1 بلس كوتان x، هو هنا في الحل الجنرال على طول. يعني في هنا 3 طرق. اول طريقة ان انا ممكن اروح اشوف دي هل هي فكرة مجموعة زاويتين جوه التان، خلاص، او ممكن احاول ابسطها، او ممكن استخدم الكوشن ترول على طول. يبقى انا معايا 3 طرق. اول طريقة ان هي مجموعة زاويتين جوه التان، دي طريقة عالية قوي فانا مش هحب استخدمها هنا دلوقتي الصراحة. طيب ممكن ابسط. لو بسطت هل ممكن يجدي بنافع او بنتيجة؟ ممكن. لو عملت الكوشن ترول على طول هتبقى على طول هتتحل. تعال نحاول نبسط، او تعال الاول الكوشن ترول بعد كده ممكن نبقى نبسط بعديها ونشوف. طيب الكوشن ترول هنا يبقى 1 بلس كوتان اكس معمول لها كلها سكوير، بعد كده طلعتها فوق 1 بلس كوتان اكس. خلاص. في ديريفاتيف اللي فوق في 1 ماينس كوتان النيجاتيف زي ما هي، الكوتان بكوسيك سكوير وفي نيجاتيف يبقى ايه؟ يبقى كوسيك سكوير بس، يبقى كوسيك سكوير اكس، بعد كده ماينس اللي فوق زي ما هو اهو، اللي فوق زي ما هو 1 ماينس كوتان اكس، بعد كده مضروب في ديريفاتيف اللي تحت. فالديريفاتيف اللي تحت معاك ده كوتان اكس بنيجاتيف كوسيك سكوير، وفي نيجاتيف يبقى بلس كوسيك سكوير اكس، يبقى كوسيك سكوير اكس. فهنا هتلاقي بقى ايه؟ احنا ممكن نبسط، خلي بالك الكوسيك سكوير لما تخش على ال1، وهنا الكوسيك سكوير لما تخش على ال1 هيبقى 2 كوسيك سكوير. طيب بعد كده الكوسيك سكوير لما تخش على الكوتان اكس، والكوسيك سكوير لما تخش على النيجاتيف كوتان اكس، دي هتروح مع دي. يبقى انت ممكن تقول ان انت معاك 2 كوسيك سكوير اكس على 1 بلس كوتان اكس معمول لها كلها سكوير. ده كده ايه الحل. ماشي. طيب تعالى بعد كده لو قلت لك معاك الواي ايكوال روت 14 ماينس 5 زد، وبعد كده معاك الزد بتساوي كوتان 2 اكس. طيب في حاجة زي كده بقول لك ايه؟ بقول لك إيه، شوف هل ال 3 دي واي دي اكس ماينس 10 ايكوال كام؟ او مثلا هقول لك ان هي ايكوال 0 واقول لك اثبتها مثلا. خلاص. في ايا يكن انت بتدور على حاجة زي كده يعني. طيب في حاجة زي كده تحلها ازاي؟ الدي واي دي اكس انت الاول ممكن تدخل الكوتان جوه وتحل السؤال كله على طول مره واحده. خلينا نعمل حركه زي كده هتبقى ايه؟ اعتقد اسهل لنا. ماشي. فكده تبقى روت 14 ماينس 5 كوتان 2 اكس. فلما تعمل لها دي واي دي اكس
هتبقى بكام؟ هيبقى 1 اوفر 2 الروت في ديريفاتيف اللي جوه الروت، فديريفاتيف ال 14 بزيرو خلاص، ماينس 5 كوتان، فهنا يبقى معاك نيجاتيف الفايف اهي. الكوتان بنيجاتيف كوسيك سكوير، فيبقى بلس كوسيك سكوير معاك بعد كده 2 اكس. ديريفاتيف ال 2 اكس اللي جوه البراكت بقى، اللي جوه فده ب 2، فهتلاقي ال 2 دي راحت مع ال 2 دي. بعد كده ده 5 كوسيك سكوير 2 اكس على روت اللي هو ايه ال 14 ماينس 5 كوتان 2 اكس. طيب وبعد كده ده بقول لك ان ده ماينس 10، لا ده لما اضربه في 3 ماينس 10 يساوي زيرو، يعني 3 في الحتة دي ماينس 10 هيساوي زيرو. مش عارف ده هو السؤال ولا هنا في حاجة خطأ. هيساوي زيرو، كمان بيقول لك عوض عند الاكس بواي على 8، فلما تعوض بالاكس بواي على 8 بقى شوف انت الكلام ده ماشي. عوض هنا الاكس باي اوفر 8، فدي هتبقى باي اوفر 4، باي اوفر 4 فاعتقد دي بواحد، روت ال 14 ماشي. وهنا معاك 3 ومعاك 5 15، فيبقى 15 في كوسيك ماشي. اعتقد انت لما تعوض برضو هنا بقى على 8 هيطلع لك حاجة هتطير الروت 14 ده، فهتلاقي دي ب10 ماينس 10 هتلاقيها بزيرو، اعتقد ده اللي اعتقده يعني ماشي. جرب بايه بالباي اوفر 8 دي وشوف ماشي، عشان لسه ايه هنفتح الآلة هيبقى موضوع الصراحة. فتعالى السؤال اللي بعده، بقول لك ان الواي بتساوي كوسيك ان اكس، الان دي على الباور ها، فبيقول لك هنا الدي واي اوفر دي اكس بلس ان واي كوتان اكس بيساوي زيرو. عايزين نشوف الكلام ده، فهنا اللي هعمله ان انا هجيب الواي داش اللي هي الدي واي دي اكس. طيب هتبقى ايه؟ نزل باور نقص من الباور واحد، يبقى هنا كوسيك اكس باور ان ماينس 1 مضروبة في ديريفاتيف اللي جوه، ديريفاتيف الكوسيك بنيجاتيف كوسيك ايه كوتان، نيجاتيف كوسيك اكس كوتان اكس. طيب فبعد كده انت معاك الواي داش اهي، فهو بيقول لك بلس ان واي كوتان اكس هيساوي زيرو، فهي الفكرة كلها في ايه؟ تعالى كده على جنب نقولها. لو انت معاك هنا اكس باور ان ماينس 1 ورحت ضربتها في اكس، فهنا الاكس دي اكنها باور 1، فدي كده لو جمعت الباورات اكنها اكس باور ان، وده هو اللي حاصل هنا. معايا براكت باور ان ماينس 1 في براكت او الحاجه دي باور ايه، دي كلها كده باور 1، فده هيطلع معاك هنا في نيجاتيف اهي نيجاتيف ان، الكوتان اكس زي ما هي خلاص كده. طيب في كوسيك اكس باور ان، الكوسيك اكس باور ان اصلا اهي اللي هي الواي بس، فانت معاك نيجاتيف كوتان اكس في الواي ده كده اللي هو الواي داش، فهو بيقول لك انت هتزود عليه ان واي كوتان اكس اللي هو ان واي كوتان اكس، يعني معاك الحاجه بيقول لك هتزود عليها الحاجه. فهو الصراحه برضو مش سؤال حلو، السؤال الحلو هو كان قال لك ان دي بايه بس، فمش فكره يعني قوي. طيب تعالى اللي بعده، لو قلت لك الواي ايكوال اكس سيك 3 اكس، هات الواي داش. طيب الواي داش هتعمل ديريفاتيف، ممكن تثبت الاكس ديريفاتيف السيك سيك تان يبقى سيك 3 اكس تان 3 اكس، ومعاك الثري بره طلعتها بره، بعد كده بلس الاكس تبقى واحد في ديريفاتيف، خلاص ثبت بقى ايه السيك يبقى سيك 3 اكس بس. فانت هنا ممكن تاخد ال 3 اكس كومن فاكتور يبقى 3 اكس تان 3 اكس بلس 1، يعني ممكن اخد السيك 3 اكس في ايه 3 اكس تان باور 3 اكس بلس 1. اللي بعده بيقول لك هنا معاك الواي عبارة عن كوسيك اكس كوسيك اكس كوتان اكس، لو حاولت ابسطهم هيبقى واحد على ساين كوساين على ساين، فساين على كوساين سكوير، ساين على كوساين سكوير قلبت كوشنت رول، لا الموضوع هيبقى ارخم يعني، فخليها كده. الواي داش هتبقى ايه، ثبت الكوسيك يبقى كوسيك اكس ديريفاتيف الكوتان نيجاتيف كوسيك سكوير اكس، خلاص. بعد كده معاك بلس ثبت بقى الكوتان في ديريفاتيف الحته دي، الكوسيك بنيجاتيف
كوسيك كوتان. هل ممكن نبسط حاجة؟ كوتان اكس كوتان اكس، طب ممكن تاخد النيجاتيف بره عموما، وهنا يبقى معاك ايه؟ كوسيك اكس باور 3 كده، وبعد كده بلس، ممكن تاخد كوسيك بره او كوتان بره، مش هيفرق، ممكن تاخد كوتان بره، او هي كده كده يعتبر ايه؟ كوتان سكوير اكس مضروب في كوسيك، مش تاخد كوتان بره ولا حاجة. بس ممكن تبقى تاخد الكوسيك بره فيبقى كوسيك سكوير، يبقى لا تاخد الكوسيك بره يبقى كوسيك سكوير بلس كوتان سكوير. الكوسيك سكوير بلس كوتان سكوير ممكن تقول ايه؟ انت كان معاك ان ساين سكوير بلس كوساين سكوير ايكوال 1، ومنه جبنا لو انت قسمت على ساين هتلاقي ان 1 بلس كوتان سكوير هي ايكوال كوسيك سكوير. للأسف مش تنفع، يعني كنت بقول ايه؟ لو خدت الكوسيك بره يبقى كوسيك سكوير بلس كوتان سكوير، هي هناك ماينس للأسف، يعني هناك لو انت عايز تطلع الواحد ده هتبقى كوسيك سكوير ماينس كوتان سكوير، سيبها زي ما هي. ماشي. اللي بعده بقول لك ان الواي ايكوال روت اكس، بعد كده سيك روت اكس. ماشي، حاجة زي كده هات الواي داش، فالواي داش روت الاكس واحدة ديريفاتيف ثبت التانية وهكذا. ماشي، فدي تبقى 1 اوفر 2 روت اكس، بعد كده ثبت السيك سيك روت اكس، بعد كده هنا بلس الروت اكس زي ما هي، بعد كده ديريفاتيف السيك يبقى سيك تان، يبقى سيك روت اكس تان روت اكس في ديريفاتيف روت اكس، فدي 1 اوفر 2 روت اكس، فممكن نشيل الروت اكس مع الروت اكس، فيبقى كده 1 اوفر 2 سيك روت اكس تان روت اكس. ممكن تاخد السيك روت اكس كومن فاكتور مثلا، خلاص، يعني ممكن تاخد هاف سيك روت اكس كومن فاكتور، يبقى لك ايه؟ يبقى لك واحد زائد تان روت اكس. برضو ايه؟ مش كلام يتفك، يطلع لك حاجة مهمة يعني، فاهم الفكرة؟ طب لو قلت لك واي ايكوال سيك اكس تان 2 اكس، ماشي، هي دي عاملة زي الكوسيك كوتان، فهي برضو مش هتتفك، فانت اعمل ديريفيتيف على طول، فالسيك عبارة عن سيك اكس تان اكس، ونزل التان 2 اكس زي ما هي، بعد كده بلس السيك تنزل زي ما هي ديريفاتيف. انا نزلت السيك زي ما هي مرة ولا لا كده تمام. السيك تنزل زي ما هي، التان اكس تبقى ايه؟ تبقى 2، التان تبقى سيك سكوير. طيب بعد كده معاك سيك باور 3، وهنا معاك سيك تان 2 اكس، يعني دي لو عايز تكملها تبقى دي مثلا حاجة زي كده، هتبقى 2 سيك باور 3 اكس، حاجة زي كده تبقى سيك تان في تان 2 اكس. ممكن نفك التان 2 اكس دي بس خلاص، يعني هي دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 تان اكس على 1 ماينس تان سكوير، بس ما مش عاوز في الفكة دي حاجة اعتقد، خلاص يعني. ماشي، تعالى اللي بعده. لو قلت لك كوس سيك سكوير في تان سكوير، ماشي، تعالى نبص دي على دي كده. لو قلت لك واي ايكوال سيك سكوير اكس في تان سكوير اكس، ماشي، حاجة زي كده هنعمل ايه؟ هنا انا ممكن اقترح فكرة. ايه هي الفكرة؟ خلي التان سكوير سيك سكوير ماينس 1. بص كده، انت قلت لي ان 1 بلس تان سكوير ايكوال سيك سكوير اكس، فانا ممكن اودي ال 1 دي الناحية التانية، او العكس، خلي السيك سكوير 1 بلس تان سكوير ايا يكن يعني دي ممكن تكتبها على اي شكل. فالواي كده بقت معاك عبارة عن ايه؟ 1 بلس تان سكوير اكس، ماشي، مضروبة في تان سكوير اكس. انا بس فكرت بالطريقة التانية لان انا الانتجريشن مؤثر عليا شوية، يعني الانتجريشن يحب يخلي التان بسيك سكوير ماينس 1، وهنتكلم في الموضوع ده ليه يعني قدام. ماشي، طيب فكده الواي داش 1 بلس تان سكوير هتبقى تان سكوير، بعد كده بلس تان باور 4 اكس،
ماشي. يبقى تان، خليها الأول كده عادية أهو، يبقى تان سكوير إكس بلس تان باور 4 إكس. اعمل بقى ديريفاتيف، فالديريفاتيف هنا أهو تبقى 2 تان إكس في ديريفاتيف التان بسيك سكوير إكس، بعد كده بلس، وديريفاتيف التان باور 4 إكس هيبقى إيه؟ هيبقى 4 تان باور 3 إكس في ديريفاتيف التان برضو يبقى سيك سكوير. فممكن من هنا مثلا تاخد إيه؟ تاخد تان سيك سكوير إكس وتاخد الاتنين معاها، هيبقى لك من هنا تان سيك سكوير إكس يبقى لك اتنين زائد تان سكوير. خلي بالك دي فيها فكة حلوة دي. بص كده، انت هنا هتاخد ايه؟ خد التان، وهنا هتاخد تان، وهنا سيك سكوير، يبقى ناخد تان وسيك سكوير. تعالى نكتبها هنا اهو، هناخد التو مع التان مع السيك سكوير. ماشي. هيبقى لك ايه؟ يبقى لك من هنا كده اتنين، او هيبقى لك من هنا كده ايه؟ لا، ده يبقى لك من هنا واحد. ماشي، تعالى نكمل. هيبقى لك من هنا واحد زائد، خلاص دي مع دي هيبقى لك واحد زائد اتنين تان سكوير. فللأسف ما طلعش اللي في بالي. ليه؟ لأن أنا كان ممكن برضو أكملها تاني أقول واحد زائد تان سكوير بيطلع بسيك سكوير، بس أنت معاك واحد زائد اتنين، فممكن نقول إن هي دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن سيك سكوير زائد تان سكوير بس. خدت بالك من حاجة؟ إن أنت التان سكوير دي الاتنين دي فكها لتان وتان، فيبقى واحد زائد تان سكوير بسيك سكوير زائد تان سكوير. يعني بقى على حسب بقى إيه، انت عايز تسيبها ده يبقى اخر شكل على حسب السؤال كان ام سي كيو مثلا او تشوز، اللي هو يعني لو هو كان رايتنج بستبس فحاجه زي كده بقى هتشوف. ماشي. تعالى اللي بعد كده. بعد كده لو قلت لك واي، دي ممكن تبقى فيها فكره شويه يعني عن الكلام ايه اللي فات. بقول لك واي 1 ماينس 6 اكس، بس هو الديريفيتيف كله ما فيهوش اي افكار يعني، على 1 بلس 6 اكس. فهو مفيش افكار، انت هنا كوشنت رول، كوشنت رول فهتحلها عادي. ممكن حد يقول لك خلي السك واحد على كوزاين وتشيل الكوزاين مع كوزاين، يبقى 1 ماينس كوزاين على 1 بلس كوزاين، او كوزاين بلس 1 وكوزاين ماينس 1. مش هتفرق في حاجة، فمش مهم، فخلاص واي داش ايكوال، يبقى 1 بلس السك اكس معمول لها كلها سكوير، بعد كده تطلع فوق 1 بلس سك اكس، بعد كده في ديريفاتيف ايه ال 1 ماينس سك، ف 1 ماينس سك ديريفاتيف النيجاتيف سك، السك بسك وتان. طيب بسك تان يبقى هنا نيجاتيف سك اكس تان اكس، بعد كده معاك ماينس، هتنزل ال 1 ماينس سك اهو، 1 ماينس سك في ديريفاتيف ال 1 بلس سك يديك سك وتان، سك تان مش سك وتان اهو، سك تان. طيب فكده نعمل ايه؟ ممكن حد يقول لي اخلي اللي تحت دي 1 سكوير بلس سيك سكوير بلس 2 سك، و1 بلس سيك سكوير مش بتان برضو فمش تنفع، لا. هنا 1 بلس سيك وهنا 1 ماينس سيك، ممكن تاخد السيك تان كومون فاكتور، ممكن. طيب انت كده كده معاك هنا نيجاتيف، ما فيهاش اي حاجه تتعمل يعني، انت ممكن بس كل اللي تعمله انك معاك نيجاتيف في سيك تان، لما تخش على الواحد هتروح مع مين؟ مع السكتان لما تخش على الواحد بس في نيجاتيف، لا يبقى التانية اللي هتروح اللي هي ايه؟ اللي هي السكتان لما تخش على السك هتروح مع النيجاتيف، نيجاتيف يبقى بوزيتيف، السكتان لما تخش على السك. فكده يبقى لك ايه؟ يبقى لك سكتان 2 سكتان من الاخر، يعني اللي فوق ده كله بنيجاتيف 2 سكتان، نيجاتيف 2 سكتان. ماشي، سك في تان برضو مش حاجة ايه، مش حاجة تتبسط يعني، يعني كل ده يبقى نيجاتيف 2 سكتان، واحدة واحدة كده وايه واعملها. ماشي. بس لان انت لما تدخل دي هتروح مع ايه؟ مع لما تدخل دي هنا يبقى لك سكتان بنيجاتيف وسكتان بنيجاتيف، يبقى نيجاتيف 2 سكتان. اللي بعده بيقول لك سيك اكس على 1 بلس سيك اكس. طيب يبقى واي ايكوال سيك اكس على 1 بلس سيك اكس، دي واحد على كوزاين ودي واحد على كوزاين، فلو فكينا تبقى كوزاين على واحد زائد كوزاين، يعني هي فيها فك على خطوتين
عشان تعملها ديريفاتيف. يعني بص حاجه زي كده، هفهمك برضو خطوتين عشان تبقى ايه معايا. انت معاك السك دي عباره عن واحد على كوزاين، وبعد كده هنا معاك 1 بلس سك هتبقى 1 بلس 1 اوفر كوزاين. فانا كان قصدي لما تيجي توحد بقى الكلام ده، يبقى تحت معاك كوزاين هنا، وهنا يبقى كوزاين اكس بلس 1، وتحت لما تيجي توحد هنا يبقى كوزاين اكس وهنا ايه 1. فدي هتروح مع دي، يبقى لك واحد على كوزاين بلس 1. هي خلي بالك هي اسهل شويه من ناحيه ايه الديريفاتيف يعني. طيب فتعالى كده، هيبقى كوزاين اكس بلس 1 معمول لها سكوير، هطلعها فوق في ديريفاتيف ال1 بزيرو. احنا فهمنا بقى الكلام ده، فتحط نيجاتيف على طول، نيجاتيف للجزء التاني. بص هتطلع دي فوق، ديريفاتيف ال1 بزيرو ماينس، فالماينس انا بدأت من الماينس، انا بدأت من الجزء التاني على طول بقى. خلاص احنا اعتقد ان انت لحد الحته دي، لحد المرحله دي انت فاهم بقى كل الكلام ايه، لو حتى كروته لك بسرعه يعني كجزء زي كحته زي دي. بس هي دي مش كروته على قد ما هي تكون فاهم الخطوات السريعه، تكون فاهم انك بتحل بسرعه ازاي. فبعد كده ماينس هتنزل واحد في ديريفاتيف الكوساين بلس 1 تبقى نيجاتيف ساين، بس يبقى دي بلس ساين. خلاص كده. طيب فهتلاقي كده دي الإجابة يعني. ماشي. وخلي بالك هي ممكن يعني ممكن برضو ترجعها للشكل السك اللي هو طلبها منك في الإجابات، إنك تقسم على كوزاين وفوق وتحت. لو قسمت على كوزاين فوق وتحت تعمل إيه؟ تبقى دي تبقى معاك تان، وتحت هيبقى معاك الكوزاين، هتخش ممكن تخليها على كوزاين كمان، على حسب بقى الشكل اللي هو إيه طالبه منك. المهم تعالى بعد كده، لو قلت لك واي ايكوال روت 1 بلس كوسيك اكس، ماشي. في حاجة زي كده هتقولي على طول إن الواي داش عبارة عن إيه؟ عبارة عن 1 أوفر 2 الروت، عشان ده سكوير روت. ها، عشان ده سكوير روت كده كده باي ديفولت، عشان ده مش بنكتب إن هو سكوير روت، مش بنكتب علامة ال2، فهو 1 أوفر 2 الروت، لأن هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن حاجة باور هاف، فالهاف بتنزل. ها، لكن لو سيرد روت فورث روت مش، لا مش بينزل الرقم، خلي بالك. يعني مش بتبقى 2 هنا، لا، لو سيرد روت السيرد ينزل، فورث روت الفورث ينزل، وهكذا. ماشي. طيب 1 بلس كوسيك اكس لما تعملها ديريفاتيف، ال1 خلاص الكوسيك نيجاتيف كوسيك كوتان، يبقى هنا ايه؟ نيجاتيف كوسيك اكس كوتان اكس، ومعاك هنا روت 1 بلس كوسيك اكس. ماشي. طيب تعالى اللي بعده، لو قلت لك مثلا واي ايكوال سيك سكوير اكس على اكس. طيب حاجة زي كده تحلها ازاي؟ ممكن حد يقول لي كوشنت رول، اقول لك طب ما ليه؟ انت ممكن تقول ان الواي كده اصبحت معاك بقت سيك سكوير اكس مضروبة في اكس باور نيجاتيف 1، واعملها برودكت رول عادي خالص. يبقى كده هتبقى اكس باور نيجاتيف 1 زي ما هي، في ديريفاتيف السيك سكوير تبقى ايه؟ تبقى 2 سيك اكس، في ديريفاتيف اللي جوه اللي هو السيك يبقى سيك تاني. ادي كده اول جزء. بعد كده زائد هتثبت السيك سكوير زي ما هي، وتعمل ديريفاتيف الاكس باور نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف اكس باور نيجاتيف 2. خلاص بس. فده الشكل يعني. فانت كده دي هتبقى معاك سيك سكوير، ممكن تاخدها بره خالص. تمام. بعد كده يبقى تان اكس على اكس، يبقى دي ممكن تقول ان هي سيك سكوير اكس، بعد كده مضروبة هنا في 2 تان اكس على اكس، وبعد كده هتاخدها هنا برضو يبقى ماينس 1 اوفر اكس سكوير. فده برضو كشكل يعني ايه الحاجة زي كده. ده كده ايه الواي داش. ماشي. طيب تعالى بعد كده، بقول لك ان الواي ايكوال روت، وهنا اكس باور 3 بلس كوتان سكوير للفور اكس. فكده الواي داش على طول بقى انت فهمت ان دي 1 اوفر 2 الروت. تمام. بعد كده ديريفاتيف الاكس باور 3 اكس سكوير اهو، ديريفاتيف الكوتان اكس سكوير 4 اكس، طلع الفور بره وطلع الاتنين بره. لا خلينا نعمل واحده واحده عشان ما لخبطكش. يبقى دي عباره عن 2 في كوتان 4 اكس، نقصت واحد من الباور خلاص. وبعد كده ديريفاتيف الكوتان بنيجاتيف كوسيك سكوير
4 اكس في ديريفاتيف اللي جوه اللي هو ايه؟ اللي هو 4. ماشي. طيب اللي بعده بقول لك هنا 1 بلس كوتان اكس، الواي ايكوال 1 بلس كوتان اكس معمول لها سكوير. طيب حاجة زي كده انت ممكن تدخل السكوير جوه، او ممكن على طول تعملها ديريفاتيف اسهل. يبقى هنا 2 في 1 بلس كوتان اكس في ديريفاتيف ايه؟ اللي جوه. ماشي. ديريفاتيف اللي جوه ال1 خلاص، الكوتان نيجاتيف كوسيك سكوير، يبقى نيجاتيف كوسيك سكوير الاكس. ماشي. لسه اصبر. تعالى اللي بعده بقول لك الواي ايكوال كوسيك اكس بلس كوتان اكس باور نيجاتيف 1. هو يعني الموضوع هنا بقى يتكرر بقى خلاص، فماشي هو كام سؤال كده تمام. انت حاجة زي كده هتعمل ايه؟ الواي داش نزل برضو الباور يبقى نيجاتيف، بعد كده هنا كوسيك اكس بلس كوتان اكس في ديريفاتيف اللي جوه ديريفاتيف الكوسيك كوتان، كوسيك بلس كوتان يبقى هنا ايه؟ الكوسيك بنيجاتيف كوسيك كوتان، كوسيك اكس كوتان اكس، بعد كده بلس ديريفاتيف الكوتان بنيجاتيف كوسيك سكوير. بس ظبط الشكل بقى، خد النيجاتيف خليها بره، خد النيجاتيف من ده كله خليها بره، او ده مضروب، فلما تاخد النيجاتيف من هنا يبقى دي بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف. بعد كده في اي حاجه ممكن تتعمل مثلا لو خدت الكوسيك بره. انت هنا ممكن تاخد الكوسيك كوتان كومون فاكتور، يبقى 1 بلس كوسيك سكوير، و1 بلس كوسيك سكوير مش هي برضو الرول، هي هتطلع لك ايه؟ تطلع لك نيجاتيف تان نيجاتيف كوتان سكوير. بص كنا كاتبينها هنا تقريبا، اعتقد انا هنرجع كتير اعتقد. لا مش هنا. اهي 1 بلس كوتان سكوير اكس بكوسيك سكوير اكس، فلو انت خدت الكوسيك بره من هناك ماشي وطرحت منها واحد هيطلع معاك كوتان سكوير اكس، يعني فكرة. تمام مش مشكلة بقى. تعالى اللي بعده. بص بقى الفكرة دي كويسة. بقول لك هنا الواي ايكوال 8 اكس، والفكرة دي مشهورة خلي بالك، وانا وقتها قلت لك عليها وقتها لما جينا اتكلمنا في التريج. فدي 8 اكس كوزاين ساين اكس كوزاين اكس بعد كده كوزاين 2 اكس، فعايز الاف داش اوف باي اوفر 8. خلي بالك لو قال لك اي ديريفاتيف انت ممكن تحله على الآلة على فكرة، بس تحله على الآلة لو هو كان السؤال ام سي كيو، لكن لو السؤال بمنظر زي ده انت ممكن تعوض بالآلة عادي وتحله برضه. لكن لو هو بقى عايز ستيبس دي حاجة تانية. طيب هنا سؤال زي ده اوعى تروح تعمل ديريفاتيف لكل واحدة، لا، انت في على جنب قاعدة بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان انت معاك ساين 2 اكس هي عبارة عن 2 ساين اكس كوزاين اكس بس. ففي نفس الوقت الساين اكس كوزاين اكس هي عبارة عن هاف، انت هتودي 2 دي الناحية التانية، فالساين اكس كوزاين اكس هي عبارة عن هاف ساين 2 اكس، فساين اكس كوزاين اكس بهاف ساين 2 اكس. ماشي. بعد كده نزل ال 8 اكس زي ما هي، بعد كده معاك كوزاين 2 اكس، اعمل نفس الحركة تاني. ليه بقى؟ اكن ال 2 اكس دي مثلا سميها الفا، يعني اكن ال 2 اكس دي سميها الفا، فبقول لك كوزاين الفا ساين الفا ساين الفا كوزاين الفا بهاف ساين 2 الفا، فيبقى 8 اكس مضروبة في كام؟ في الهاف، بعد كده ساين 2 الفا، يعني بمعنى اصح ساين 4 اكس بس. فخلاص كده، فانت بعد كده هتلاقي ان ال 8 مع ال 2 ماشي، وكمان هنا في 2 خلي بالك، احنا هنا في 2 منزلناهاش اهي. تمام. ما انت ده هيطلع لك ايه؟ ساين اكس كوزاين اكس عبارة عن هاف ساين 2 اكس، فهنا في هاف وفي هاف هتنزل وفي 8، يبقى هنا كده 4 اوفر 2 يبقى 2، يبقى 2 اكس ساين 4 اكس. يقول لك عوض بباي اوفر 8، فهنا لما تعوض بباي اوفر 8 ضربه في 4 كمان يبقى ايه؟ يبقى كده باي اوفر 2 بواحد، فهنا دي تبقى كده 2 في باي اوفر 8، فهيطلع معاك باي اوفر 4. خلاص كده بس. فده كده الحل
بعد ما ايه ما بسطت وسهلت الموضوع هنا شويه. ماشي. طيب بعد كده إيه لو قلت لك الواي ايكوال كوتان اي اكس، وبقول لك ان دي واي لدي اكس زائد 4 في 1 بلس واي سكوير ايكوال 0. فعايزين نشوف حاجه زي كده. طيب فهنا هنجيب الايه الواي داش عادي اللي هي دي واي دي اكس، فهتقول ان الكوتان بنيجاتيف ايه كوسيك سكوير اي اكس، وتضرب في الايه، فبيقول لك زائد 4 في 1 بلس واي سكوير. طب الواي سكوير عباره عن ايه؟ الواي سكوير عباره عن كوتان سكوير للاي اكس، لو زودت عليها واحد زي ما هو عامل يبقى 1 بلس، وهنا بلس ايه 1، زودت واحد في الطرفين عشان بس اشوف الشكل ده. فالشكل ده كده عباره عن ايه؟ الشكل ده كده عبارة عن 1 بلس كوسين سكوير تطلع بكوسيك سكوير، بس تطلع بكوسيك سكوير نفس الزاوية، ها؟ نفس الزاوية اي اكس. فالحتة دي كلها عبارة عن كوسيك سكوير اي اكس، فكده الشكل ده عبارة عن نيجاتيف كوسيك سكوير اي اكس مضروبة في الاي. بعد كده هنا زائد، اهي زائد 4 كوسيك سكوير اي اكس، بيقول لك ان ده بزيرو. فهو هنا كان عايز تعرف الايه يعني، فانت معاك حاجة بالنيجاتيف هي حاجة بالبوزيتيف، بس هنا في 4، معناه ان الايه ده لازم يكون باربعة، او اكني وديت ده الناحية التانية او وديت ده الناحية التانية، فالكوسيك مع الكوسيك يبقى الايه بكام؟ باربعة بس. فدي برضو كفكرة لسؤال يعني. ماشي. طيب تعالى اللي بعده. لو قلت لك الواي ايكوال سيك اكس مضروبة في كوسيك اكس، وهنا كوسيك سكوير اكس ماينس سيك سكوير اكس. طبعا حاجة زي كده ممكن تتبسط الأول، يعني دي واحد على ساين واحد على كوزاين، واحد على ساين سكوير ماينس واحد على كوزاين سكوير. أعتقد إن أنت هنا هتقابل كوساين سكوير ماينس ساين سكوير يعني، أو هنا هتقابلهم بلس على حسب. تعال نشوف إيه ونتعامل. فإحنا لو بسطنا شوية ده ممكن حد يعملها ديريفيتيف على طول، بس تعالى الأول إيه نفكر. تعالى حتى على دي، أنت هنا خلي ده كده بالأحمر أهو، ده عبارة عن 1 أوفر كوزاين إكس، وده 1 أوفر ساين إكس، وده 1 ماينس اوفر ساين سكوير اكس ماينس 1 اوفر كوزاين سكوير اكس. ماشي. فلو ضربنا دي في دي وبعد كده كوزاين سكوير ماينس ساين سكوير، وشيلنا كده واحدة كوزاين واحدة ساين، هي ممكن تظبط شكلا شوية، يعني دي هتبقى ساين سكوير اهي، كوزاين سكوير، بعد كده هنا تبقى كوزاين سكوير اكس ماينس ساين سكوير اكس. فهتشيل واحدة من واحد على كوزاين مع السكوير هنا، وواحد على ساين هتشيل واحدة مع السكوير هنا. خلاص. طيب وخلي بالك دي كوزاين سكوير ماينس اهي ساين سكوير اكس. ماشي. فالحتة دي اصلا هي تحت في الديفايدد، يعني اكن ايه، يعني دي اكنها تحت اللي تحت. يعني بص اكن الشكل عامل ازاي، اكن الشكل 1 اللي هو ال1 ده بعد ما شلت دول، بعد كده معاك كوزاين سكوير اكس ماينس ساين سكوير اكس، تمام، على الساين في الكوزاين اللي هي الجزء ده هنطلعه فوق، يبقى هنا ساين ايه اكس كوزاين اكس. فهنا احنا ممكن كمان نستخدم قواعد التريج، يعني هو الموضوع كله كان ممكن يتلخص، ممكن حد تاني يلجأ للدريفيتيف على طول، الحل اللي يعجبك اعمله. ماشي. كوزاين سكوير ماينس ساين سكوير عبارة عن كوزاين 2 اكس، بعد كده الساين اكس كوزاين اكس عبارة عن هاف ساين 2 اكس، ساين 2 اكس على كوزاين 2 اكس هتبقى هاف تان 2 اكس. ماشي. ديريفيتيف التان اهو هنا بقى الخطوة دي اخر خطوة دي اهي هي الديريفيتيف، فديريفيتيف التان معاك بسيك سكوير، سيك سكوير 2 اكس، زائد ان 2 هتطلع بره مع الهاف، خلاص كده يبقى الحل هنا سيك سكوير 2 اكس. فممكن حد بعد ما يطلع كل ده يقول لك اختصرها لي، فكان اولى انك تختصر في الاول. ماشي. طيب تعالى بعد كده بقول لك الواي ايكوال سيك اكس بلس تان اكس. الاسئله ما شاء الله ما بتخلص. باور ان.
فهتجيب الواي داش. فالواي داش هنا هتنزل ان، بعد كده يبقى هنا معاك سيك اكس بلس تان اكس باور ان ماينس 1. بعد كده هتعمل في ديريفاتيف اللي جوه، في ديريفاتيف السيك بسيك تاني، سيك اكس تان اكس. بعد كده في ديريفاتيف التان يبقى سيك سكوير، هنا بلس عادي، بعد كده سيك سكوير. فالسؤال ده ينفع يتبسط عادي خالص. ليه؟ لو خدت السيك كومون فاكتور ايه اللي يطلع؟ لو خدنا السيك يبقى سيك بلس تان اهو. بص من هنا اهو، تاخد السيك كومون فاكتور تبقى لك ايه؟ يبقى لك هنا سيك، يبقى لك من هنا تان اهو، ومن هنا سيك، فمن هنا يبقى سيك عادي، سيك اكس بلس تان اكس. وكل ده مضروب، يعني انا خلاص اكني شلت الجزء ده كده، وبقول لك ان اللي فوق ده مضروب في اللي تحت ده. فهتلاقي اللي تحت ده كده عباره عن ايه؟ السيك اكس بلس تان اكس دي خلي بالك هي الحته دي، بس دي باور ان ماينس 1 ودي باور 1. اجمع الباورات يا باشا، اكس باور ان ماينس 1 في اكس، اكس باور ان. حلو، يبقى دي عباره عن ان سيك اكس. خلاص خدت الان اهي، وخدت السيك اهي. وبعد كده سيك اكس بلس تان اكس ان ماينس 1، ونفس البراكت باور 1، يبقى ايه؟ يبقى سيك اكس بلس تان اكس باور ايه؟ باور ان. فانت دي ممكن تختصرها على طول، تلاقيها ان هي ان سيك اكس واي، او ان واي سيك اكس. وده كده هو شكل الواي داش. ماشي بس. طيب تعالى لآخر سؤالين. بيقول لك الواي ايكوال سيك ابسوليوت اكس. فالابسوليوت اكس خلي بالك انت ممكن تحل الديريفاتيف ده بطريقتين. تقول ان الابسوليوت اكس هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن روت اكس سكوير. وممكن كمان دي طريقه، تعالى كده نجربها. فده يبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن سيك، ده سيك اكس، فيبقى سيك اكس تان اكس. ماشي، وجواها زي ما هي ابسوليوت خلي بالك. طيب بعد كده الحته دي بقى، انت اكنك عملت ايه؟ انت اكنك خلصت الكلام ده، بس الكلام ده هو اكنه الزاويه اللي جوه. يعني انت اكني عملت ايه؟ اكني شلت دي كده مؤقتا وخليتها روت اكس سكوير. فعايزين نعمل ديريفاتيف للحته دي. فديريفاتيف للحته دي عباره عن 1 اوفر 2 الروت اكس سكوير في ديريفاتيف اللي جوه الروت اللي هو الاكس سكوير. ديريفاتيف الاكس سكوير ب 2 اكس. خلاص اهي 2 اكس، فال2 مع ال2 وروت الاكس سكوير بيطلع بابسوليوت اكس. خلاص فيبقى هنا اكس على ابسوليوت اكس. فساعات بحب اقول للناس ان هي تحفظها شويه، مش تحفظها بس تكون فاهم الحته دي. لان انا لو بقول لك الواي بيكوال ابسوليوت اف اوف اكس، وعايز اقول لك هات الواي داش، فانا هقول لك ان هي زي ما هي الاف داش اوف اكس. خلاص كده. عايز تعملها كمان الابسوليوت زي ما هي تعمل لها، بس اتاكد بس ان دي بوزيتيف. تمام، بس مش دي الفكره اللي انا قصدي عليها. انا قصدي لو هي الابسوليوت مثلا جوه، خليها جوه احسن، وشيلها من هنا، شيل دول كده. فهتبقى اف داش عادي وفي ابسوليوت اكس زي ما هي. حلو، مضروبه في ايه؟ في ديريفاتيف الابسوليوت اكس. ديريفاتيف الابسوليوت اكس دي ممكن تكتبها بالمنظر ده كالاتي: اكس على ابسوليوت اكس. طب ليه عملت الحركه دي؟ عشان اتاكد من الاشاره. لان الاشاره هنا انا مش فاهم الاشاره ايه. هبسطها لك لحد ما ايه؟ ما توصل للحته دي، عشان الحته دي مهمه. الابسوليوت اكس هي مهمه كفكره، فاهم؟ الابسوليوت اكس هنا عباره عن اكس ونيجاتيف اكس، لما اكس اكبر من او بتساوي الزيرو، لما اكس اصغر من الزيرو. فانا للاسف هنا انا في الديريفاتيف هنا انا مش عارف هو هيعوض الاكس بكام. فعشان ابقى ضامنه هقول له ايه؟ لو انت هتعوض بحاجه اقل من الزيرو فانا هطلع لك النيجاتيف. هيقول لي ازاي طلعتها؟ هقول له ان انت حطيت هنا مثلا، فليكن عوضت برقم اقل من الزيرو بنيجاتيف 1، فيبقى نيجاتيف 1 اوفر، ضامن ان الابسوليوت دي هتحط لي نيجاتيف، يبقى نيجاتيف ابسوليوت نيجاتيف 1. فهتلاقي هنا ده طلع بواحد جوه النيجاتيف، يبقى النيجاتيف مع النيجاتيف خلصت دي خلاص. خلاص، فانا هنا ضمنته. لكن انا لو مش عامل الحركه دي، بص بقى، لو انا مش كاتبها ايه اللي هيحصل؟ هيبقى اف داش ابسوليوت اكس، حاجه اعوض بال1 مثلا.
خلاص تلاقي ان في مشكله غير النيجاتيف 1. حد يجي يقول لي ما خلي بالك انت كنت بتقول لي ايه، ان ابسوليوت النيجاتيف 1 هي هقول لك ماشي، بس ده كان في الفانكشن هناك، لكن هنا في حاجه اسمها تشين رول. يعني ايه تشين رول؟ يعني لو قلت لك تان لابسوليوت اكس، انت مش ضامن انك لما تعمل ديريفيتيف للزاويه اللي جوه، الزاويه اللي جوه تطلع بقيمه بوزيتيف. فانت لازم تقول له خلاص انا فهمتك، انت كنت بنيجاتيف امتى؟ اقل من الزيرو، خلاص ماشي. انا مجرد بس اخلص كل شغلي واخليها اضرب في ابسولوت اكس على اكس، او العكس مش تفرق، لان كده كده ده الحته دي يا جماعه مجرد اشاره بتاكد لي هي امتى بوزيتيف وامتى نيجاتيف، على حسب ما انا ايه عايز. ماشي. بس فتعالى كده لاخر حته، بقول لك ان الواي بكوتان اكس بس بالديجري. فكوتان اكس بالديجري مجرد ان انت هتخليها ايه بالراديان عشان تحلها عادي، عشان هنا هتطلع لبره. تطلع لبره ازاي؟ بص بقى، الواي داش الكوتان بالنيجاتيف كوسيك سكوير اكس، خليها بالديجري عادي، مش مفيش اي مشكله. وبره هنا لازم اضرب في ايه؟ بص كده، تضرب في دي اكس بالديجري على دي اكس. وتيجي هنا المشكله بقى، ان انت هنا الاكس اللي معاك دي مش بالديجري، الاكس اللي هنا معاك دي مش بالديجري، الاكس اللي في الديريفاتيف دي برقم. يعني ايه برقم؟ ما هو الديجري برقم، انا قصدي ان هو برقم عادي، رقم طبيعي مش زاويه. خلاص الزاويه دي يا جماعه عباره عن ايه؟ حاجه بتشوف لك انت مايل قد ايه مثلا، او على بعد قد ايه ثواني ودقايق وهكذا. لكن هنا انت دي لدي اكس، الدي اكس ده يا جماعه اصلا في الاصل يعتبر اكنه طول او اكنه رقم فرق، مش زاويه خالص. فعشان اوصل دي لدي اكن دي مثلا الراديان، فعايز اوصلها تبقى زيها، يبقى خلاص يبقى هعمل ايه؟ يبقى دي بالديجري اقسم على 180 واضرب في واي. فده كله كده هيروح بواحد بعد ما انت عملت الحركه دي، يبقى نيجاتيف كوسيك سكوير اكس مضروبه في واي على 180. بس خلاص كده. يعني كده دي اخر حاجه. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم على الاكسبوننشال لوغاريتمك وبس كده يا شباب. ممكن صح اديكم زي سمري، بس هو الفيديو ده مش محتاج سمري يعني. السمري بتاعت الفيديو ده انك تعرف قواعد التريك بس، اللي هما ايه الستة. وقصاد كل سي ممكن تحط نيجاتيف على طول. خلاص، الساين بكوزاين، الكوزاين نيجاتيف كوزاين نيجاتيف ساين وهكذا. ايه تاني؟ تستخدم التشين رول في التريج. خلاص تكون فاهم حاجات زي كده بس. ماشي. وبس كده يا شباب، وبالتوفيق، واشوفكم الفيديو الجاي.